الغيبة يا أخي من الكبائر العظام التي مع الأسف ابتلي بها كثير من أهل الإسلام، وللنساء خاصة من هذا النصيب الأوفر. والمصيبة يا شيخ عبد الله أن بعض الناس مع الأسف الشديد يرى أن الغيبة أمرها هين، وأنه ربما تكفرها الصلوات الخمس والصيام والصدقة والاستغفار، وينتهي الأمر عند هذا الحد، وينسى أن هذه من الكبائر التي لا يكفرها إلا التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم ثبت عنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، لكن ماذا قال؟ قال إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. إذا الكبائر الذنوب لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم، إنما يكفرها التوبة، التوبة الصادقة النصوح. والمصيبة أيضا في الغيبة كذلك قل في النميمة وغيرها من المظالم المتعلقة بحقوق العباد، أنها تتعلق بحق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة والمساهلة. وإذا ظلمت أحدا من عباد الله في عرض مثل الغيبة وما أشبهها، أو يعني القذف ونشر قالة السوء عن الناس وهم براء، أو في بدن أو في مال، فإن توبتك من هذا الذنب المتعلق بحق من حقوق العباد لا تصح إلا باستحلال هذا الذي ظلمته ورد حقه إليه. شوف الخطورة يا أخي. من يضمن لك يا أخي إذا صح قلبك وثبت إلى رشدك وأردت التوبة بعد سنة أو سنين أن يحلك هذا الذي ظلمته ويسامحك؟ ربما تأتي له وتقول والله أنا ظلمتك بأكل مالك بغير حق، أو بضربك بغير حق، أو بسفك دم واحد من قرابتك، أو بالغيبة أو النميمة أو القذف، وأرجوك سامحني. من يضمن لك أن يسامحك؟ من يضمن؟ حتى لو ندمت وأقلعت فتلقى الله عز وجل غدا وظهرك ينوء بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله شيء عجب يا أخي، يعني يحكي حال أناس يعني مجتهدين في الصلاة وربما قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن، أهل عبادة وطاعة، لكنهم تساهلوا بظلم العباد والتعدي عليهم. ماذا قال؟ قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمة، هذا المفلس الإفلاس الحقيقي الذي لا فلاح بعده، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لاحظ كيف حسنات كأمثال الجبال. قال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أيضا في حديث أبي هريرة وفي والله عبرة، والله يا أخي من تأمل يقشعر بدنه من هذه العقوبة العظيمة. يقول رضي الله عنه قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة عابدة صوامة قوامة، لكن ماذا؟ وتؤذي جيرانها بلسانها، ليست تؤذي قرابتها وارحامها ولا أصحابها ولا كل الناس، تؤذي الجيران فقط، وباللسان فقط، ربما بالغيبة بالنميمة بالفحش بالسب وما أشبه ذلك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا خير فيها هي في النار. نسأل الله العافية. حبط أجرها وتلف ثوابها ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار، ولم ينفعها صيام النهار وقيام الليل لأنها تظلم جيرانها باللسان فقط، ليس بأكل أموالهم بغير حق ولا بضرب أبشارهم ولا بسفك دمائهم وقتلهم. فانظر العاقبة. قيل يا رسول الله فإن فلانا لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة، يعني لا تصلي إلا الفرائض، وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط، يعني بقطع من أقط وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. شوف المقارنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، يعني أثقل طاعة وعمل صالح وأحبه إلى الله وأعظمه أجرا هو حسن الخلق والإحسان إلى الخلق إذا أريد به وجه الله وصحبة النية الصالحة. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، يبغض الفاحش البذيء ولو كان مصليا وصائما وصاحب استقامة في ظاهره،
فإن الله يبغضه والعياذ بالله. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. طيب.